بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بإذن الله هنعمل فول مدمس. الفول أنا بغسله كويس وببله ساعتين بس عشان لما حتى تيجي تغلي الدماسة ما يفرش كده على البوتاجاز، يبقى مستريح. بصوا يا جماعة يا حبايبي، بغسله كويس هنقعه ساعتين لحد ما يلين كويس. أول ما يلين ساعتين بالظبط نحطه على النار. يا حبايبي زي انتم ما شايفين، وادي الدماسه هي بس بحط فيها نص كيلو وشويه كوبايه صغيره اهي، فنجان عدس عشان يبقى اصفر وحلو، ونص فنجان رز عشان الرز لما يكون كتير ما يبقاش حلو. احنا بنحط شويه الرز دول عشان خاطر يلف ما يبقاش الفول صايص. انا يا حبايبي بغسل العدس والرز واسيبه، ما بحطوش معاه غير لما اول ميه تخلص، اول ما اغلى اول ميه يتشرب كويس بيجرب يستوي، بحط دول عليهم عشان خاطر الرز لما تحطه كده بيوقع في قعر الدماسه فبيلزق. الله باذن الله ساعتين بالظبط احطهم في الدماسه واوريهم لكم قبل ما احطهم، ولما اجي انزل عليهم العدس بعد ما يشرب اول مره اوريهم لك واوريك الفول بعد ما يستوي يبقى حاجه تاني باذن الله تعالى. يا حبايبي صلوا على النبي. الفول انا لسه هحط زي ما وعدتكم ان انا احط العدس بعد ما اخلص اول ميه. شايفين يا حبايبي لونه ازاي؟ شايفين اصفر ازاي وزي الفل؟ دي اول ميه، شايفين حلو ازاي؟ انا لسه ما حطيتش العدس، شويه عدس وشويه حبه رز بس عشان يبقى لافف كده وحلو. انا عشان الرز ما يتزكش في الدماسه بحطهم اول ما اجي احط ميه، اخلص اول ميه واجي احط زبادي اللي ازود عدس. فين يا حبيبي حتى عشان يبقى اصفر وحلو بس اهو نعلق عليهم بس عشان يغلبوا الغلوة. انا حابب اول ما يستوي ان شاء الله اوريهم لكم، هفرشكم عليه شكلين. يلا يا حبايبي صلوا على النبي. شوفوا الفول اهو، زي الفل اهو، شايفين يا حبايبي ان شاء الله عليه؟ شايفين زي الزبدة، شوفوا ازاي اهو. انا ما بحطلوش لون عشان ما بحبش اللون، لكن هو طالع ما شاء الله اللهم صل على رسول الله زي الفل. وفول عشان الجنيان تعمل مال الدماسة فول، حبة عدس وحبة فول بس. العدس والفول ده ما بيتحطش غير لما يشرب اول عدس ورز، حلقة عدس ورز، شوية عدس وشوية رز زي ما وريتكم. ما بيتحطش غير لما تشرب اول مية عشان ما يلزقش بقعر الدماسة. دلوقتي ما فيهاش ولا الهوا من تحت ما شاء الله عليها، وكل فولة زي ما انتم شايفين اللهم صل على رسول الله. شايفين ادي الفولة زبدة. يلا كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده باذن الله هنعمل الكرنبيت. النهارده هنغير من الطبيخ والاكل وناكل اكل شعبي ان شاء الله. عملت فول واعمل كرنبيته ونعمل باذنجان شويه فلفل ونعمل شويه حاجات كده سلطه وحاجات ولقمه حلوه كده بس طيبين وجرجير باذن الله ومخللات وحاجات والحمد لله رب العالمين. انا نقطع الكرنبيته زي انتم ما شايفين كده اهو. يلا يا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم. احط حته ملح بكمون عشان اسلق فيها القرنبيط ولا الكرنبيط اللي انتوا بتقولوا عليه ده. احنا بنقول عليه كرنبيط وانتوا بتقولوا عليه قرنبيط. احنا بنقول عليه كرنبيط. هي الميه ننزل بالكرنبيط بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ادينا هنعمل زي ما قلت لكم. اللهم صل عليك يا رسول الله. انا عشان كزبرة، ملح، كمون، كمون صاغ، كمون سادة، التوم. شايفين يا حبايبي؟ احط حتة عشان يبقى احمر برضو حلو، عشان يبقى احمر. كل حاجة مكوناتها الخضرة، شبت وشوية كزبرة. ننزل بيه ورا البيض على طول عشان البيض ميزفرش، عشان البيض ميزفرش. وعندي هريسة فلفل، ننزل نجيب نجيبهم. أنا بضرب على إيدي. شايفين؟ وهذه الخضريات، شبت، وبعدين كزبرة، وبعدين كزبرة خضرا. هي كده كده فيها كزبرة ناشفة، بس الشبت بيخليه حاجة تانية. ممكن تقليه يبقى طعمه حلو وريحته حلوة من الشبت. شبت زي الكمون، والكمون أصلا. يا حبايبي ها انتم شايفين، اول ما تغلي ان شاء الله وتستوي خلاص هنسويها، عشان دي ما بياخدش يعني نار. وانا بقف جنبيهم ما بسيبهمش واطلع بره عشان ما يتهروش، خساره ما تعرفيش تقليهم صحيين زي كده. هطلعهم باذن الله واعمل، وانا بعمل في الخط هرجع لكم تاني باذن الله. بس ده ما بيقعدش كتير على النار، عشان لما يقعد كتير بيتهري. دي مش مستحمل اصلا، الكرنبيت ما بيستحملش، لا يطلع ني ما يتاكلش، ولا يطلع مهري ما تعرفيش تقليه. وصلى على الحبيب قلبكم يطيب. شايفين يا حبايب القرنبيط وهو مسلوق؟ شايفين الكرنبيط حلو ازاي؟ حلو سليم، عشان خاطر يا ما تطيبش جو تهركيه. لكن هو طيب زي الزبده، زي ما انتم شايفين هو طيب، بس بتوقف عليه، مش بتخليه لما يستوي يتهري. لا، يتسلق زي 10 دقايق كده ولا اقل كمان، وانت واقفه عليه برضو. ما تسيبيش وتطلع بره، عشان في دقيقه بيطلع، عشان خساره لما يتهري مش هتعرفي تاخدي راحتك فيه. صلى على الحبيب قلبكم يطيب. زي ما وريتكم الخلطه بتاعته، الخليط بتاعه حلو ان شاء الله. والخضره زي ما انا قلت لكم، الشبت انا مقطعه صح، مش مقطعه، مش عامله جوه، عشان بيبقى طعمه حلو ويبقى شكله حلو في ازاي. شايفين يا حبايبي اهو، شايفين زي الورد ازاي، زي الورد اهو. من ده لما اخلص الكميه اوريه لكم ازاي باذن الله تعالى. صلى على النبي كتير، استغفر ربنا كتير، ربنا يعطي كل سائل سؤل. اللهم اعطي كل سائل سؤل، اللهم اعطي كل سائل سؤل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واصحابه ليوم الدين. ارجع لكم تاني وانا بعد ما اخلص الجليه واوريكم الكميه ازاي، واوريكم الارنبيط حلو ازاي.
اللهم صل على النبي. الكرنبيت زي الفل. شايفين يا حبايبي؟ شايفينها عامل زي البانيه واحلى من البانيه. لا عشان حاطين، انا حاطه 10 بيضات عشان خاطر ما عنديش لبن. لو عندي لبن ممكن احط 5 6 عادي، بس كله يغذي العيال ما شاء الله عليه. يعني جاي الكرنبيت 15 جنيه و60 جنيه ولا 55 جنيه بيض ما شاء الله عليهم يعني، ولا حتى 60 جنيه 15 75 جنيه. مفيش حاجه بالسعر دوت. هناكل فيه يومين، العيال تاكل فيه يومين ما شاء الله. اللهم صل على رسول الله. اهو ان شاء الله اعمل باذنجان واعمل فول بطماطم وها فطره والحمد لله رب العالمين. شايفين يا حبايبي؟ كل سنه وانتم طيبين. يلا ما تنسوش تدعمونا في القناه عشان دي اكل عيشنا. وصلوا على النبي كتير واستغفر ربنا كتير. ربنا يخلي لكم عيالكم ويولي عليكم بخير وسنه بيض عليكم وعلينا وعلى امه محمد اجمعين. اللهم امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا يا حبايبي صلوا على النبي. ادينا عملنا الفول بالطماطم وجبنا قديمه الحمد لله، وادي السلطه وادي الكرنبيت وادي الباذنجان اللي محمر، الباذنجان الحلو اللي محشي والسلطه. وكل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقعودنا لله رب العالمين. اللهم اجعل يا رب سنة بيض عليكم وعلى أمة محمد أجمعين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. يا جماعة كل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.